قلت لابويا يعني اللي انا عايز اسافر. ابويا وامي ما كانوش راضيين يسفروني. قلت لهم لو ما سفرتونيش انا هروح تهريب. بعدين ابويا بعد ما تنتنا اتحايل عليه بتاع شهر شهرين، بعدين عمل لي الجواز. بعدين سافرت من مصر لليبيا طيران. عندك كام سنة بقى؟ انا 15 سنه. ولما كنت طالع من مصر كان عندك 13 تمت ال 14 في ليبيا. يعني انت طالع وانت في ابتدائي اصلا. في اولى اعداد اول مره نزلت من المطار، المهرب بعت لنا واحد خدنا بالعربيه ودينا على السكن. بعد كده قعدنا في ليبيا سنه. المهرب كان كل يوم نكلمه يقول لنا في حكومه في البحر هايج في موج. لمدة سنة كده. 11 شهر. في يوم قال لنا هتيجوا عشان تركبوا بكره. رحنا المخزن، بيتنا يوم في المخزن. كنا انا وواحد صاحبي كان واقف فين. جينا نركب تاني يوم الصبح المركب غرقت والحكومه قفشتنا. كنا 3 مراكب. المركب بتاعتنا لما غرقت من الساعه 5 لحد حوالي 7 الصبح كده. قعدنا بقى في السجن اللي هو اسبوع. بعدين طلعنا في الافراج بتاع رمضان. بعدين بقى قعدنا شهر في السكن. قال لنا انا مش هطلع حد، انا بطلت الشغلانه ومش عارف ايه. بعدين قعدنا في الشارع بتاع يومين. تحولنا على مهرب تاني قعدنا معاه 5 ايام وطلعنا قعدنا 10 ساعات في البحر. طب هو اهلك كنتوا بتتواصلوا معاهم ازاي طول الفترة اللي انتوا كنتوا موجودين فيها في ليبيا؟ انتوا قعدتوا سنة ونص في ليبيا صح؟ كان معانا التليفونات وكل حاجه، بس هم ما كانوش بيجيبوا لنا الاكل. احنا كنا بنكلم اهلنا كل شهر، كانوا بيبعتوا لنا 2000 جنيه 3000 جنيه نجيب بهم اكل وشرب ونشحن نت. رحنا لمبدوزة، ودينا من لمبدوزة على سيشيليا. بس في سيشيليا ما كانتش العيشة، ما كانتش اللي هي برضه. هو جيت هنا بقى كلمت واحد من عندنا من البلد هنا، بعت لي فلوس، حجزت التذكرة من سيشيليا بعد ما قعدت 4 شهور. بعدين جيت هنا ميلانو ورحت سلمت نفسي، وده دلوقتي قاعد في كومنتين.